رحت ازور امي وابويا طبعا في التراب هناك في المقابر. بصيت لقيت المقابر كلها مزدحمة. لقيت مش مزدحمة من ناس، مزدحمة من المتوفيين. ناس كتيرة قوي، مقابر كتيرة قوي، كلها اتزنقت جوا بعضيها، اتزنقت جنب بعضيها، ومفيش مكان حتى ان انت تعدي، يعني بتعدي بالعافية. اللي كانوا معانا امبارح لانهم هناك مدفونين، ودورنا جاي. عملنا ايه بقى احنا بقى؟ عملنا ايه؟ اديكوا شايفين الدنيا عاملة ازاي. يعني مفيش حاجة دايمة، يعني مسيرنا ليها واليها، مسيرنا رايحين رايحين، النهاردة بكرة بعده السنة الجاية السنة اللي بعدها، واحنا رايحين. نسأل نفسنا عملنا ايه علشان نروح؟ عملنا ايه عشان هنروح يا روضة من رياض الجنة، يا حفرة من حفر النار؟ احنا فين من دول؟ احنا فين ورايحين فين؟ صلينا؟ بنصلي مواظبين على الصلاة؟ بنصلي صح ولا غلط؟ ما هو ممكن تصلي لكن انت بتصلي صح ولا غلط؟ بتنقر الصلاة وتقوم وخلاص انت بتعمل الواجب وخلاص، ولا بتصلي بقلبك لوجه الله؟ كل الحاجات دي يا جماعة الجنة. ألا سلعة الله غالية؟ فعلا سلعة الله غالية. يعني هتصلي وهتجتهد وهتعمل كل خير في الدنيا، وتكون كويس مع الناس وأسلوبك كويس، يا هناك هتلاقي روضة من رياض الجنة. لكن شوفوا السكون بتاع أهل القبور، سكون سكون، ما تسمعش ولا صوت أي حاجة، سكون.